عندنا مثل حساني يقول: اللبن وجه الرسول. رجل جائع وظمآن جاء إلى قوم فناشدوه بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب اللبن، قال له: صلى الله عليه وسلم لا اللبن وجه الرسول. هذا صار مثل. كذلك هذه التكاليف التي كلفنا الله بها هي اللبن وجه الرسول، هي مصلحتنا جميعا، وهي أمر ربنا الذي نعبده به. فالعبادة كلها لمصلحتك أنت أولا، ولا بد أن تجزم بذلك. ما نهيت عنه يؤدي بك إلى ضرر ماحق ساحق، وما أمرت به يؤدي بك إلى مصالح، إلى جمع المصالح الدنيوية والأخروية، يحقق لك آمالك، يحقق لك الراحة النفسية، يحقق لك انشراح الصدر وسعادة البال، يحقق لك صحة في البدن واستعمالا له فيما خلق من أجله.